تسديده من روبن نيفيز. لا يا حامد، لا يا حامد، ايش هذه الهفوه؟ ايش هذه الغلطه يا حامد الغامدي؟ لا، كيف تسيبها لليوناردو؟ تسيبها ليوناردو للمهاجم الخطير. والله ليوناردو ما ينفع تغلط معاه غلطات زي كذا. والله ليوناردو ما ينفع تغلط معاه غلطات زي كذا يا رجل. يا اخي يا الله، رايكوفيتش يا كونسيساو، لما تلعب رايكوفيتش؟ ليه ما خليت رايكوفيتش يلعب؟ انا ادري انه عشان يعني تبغى تشارك اكبر قدر من اللاعبين في المباراة، اللاعبين الاجانب المحترفين، لكن كيف تضحي بحارس زي رايكوفيتش؟ انا ما ادري هل رايكوفيتش مصاب ولا ايش يا اخوان، ما اعرف، لكن تلعب حامد الغامدي قدام ليوناردو ومالكم وسافيتش ونيفيز. يا رجل والله هذه مغامرة ومخاطرة كبيرة، والله غلطة كبيرة منك يا حامد الغامدي انك تفلت الكورة. بس المصيبة انه غلط قدام ليوناردو المهاجم الخطير المرعب. معروف ليوناردو اللي جنن ريال مدريد وجنن مانشستر سيتي. ايش بالله يعني تتوقعوا انه يعني ايش بيسوي قدام حامد الغامدي؟ دامه جنن مانشستر سيتي وريال مدريد يعني. والله خطير يعني، كيف تغلط يا اخي غلطات زي كذا قدام ليوناردو او قدام مهاجمين الهلال؟ ترى ما خلاص، غلطة الشاطر مو ب10، غلطة الشاطر ب1000. عجيب والله مبروك لكم يا هلالية الهدف الثاني، والله ألف مبروك لكم الهدف الثاني صراحة. والله الهلال مقدم مستوى كبير في هذا الكلاسيكو، والله مقدم مستوى كبير. هل يا ترى كونسيساو حاليا إنزاغي متفوق على كونسيساو؟ هل يا ترى كونسيساو له كلمة؟ هل بيقدر يجيب التعادل ويعمل ريمونتادا؟ ما في شيء مستحيل. شفنا كيف الأهلي عمل ريمونتادا وجاب التعادل ضد الهلال، فهل الاتحاد بيقدر يسويها؟ ما في شيء مستبعد على نادي الاتحاد، ولكن الهلال ما راح يفرط بالنتيجة بسهولة. إنزاغي ولاعبين الهلال ما راح يفرطوا بهذه النتيجة بسهولة. الهلال نادي قوي والله، ما هو ضعيف، والاتحاد نفس الشيء نادي قوي، ولكن الهلال ما راح يفرط والله بالنتيجة بهذه السهولة. والله المفروض يا كونسيساو انك تحسب حساب لليوناردو ولمالكم لمهاجمين الهلال ونونيز. المفروض يا كونسيساو تحسب لهم 1000 حساب وتعمل تكتيك انك تقفل عليهم وتضيق عليهم. لا ما غلط كذا انهم ماخذين راحتهم والله في على خط 18 في الاتحاد ومرمى الاتحاد.